CA 125 ليه اسم وهو الكربوهيدرات أنتيجين 125، وليه اسم تاني وهو الكانسر أنتيجين 125، وليه اسم تالت وهو الميوسين 16. فركز معايا عشان هنشرح النهارده CA 125 بالتفصيل. ده واحد من التيومر ماركر، واحد من دلالات الأورام، عبارة عن جلايكوبروتين موجود على السيرفز على سطح الخلايا المبطنة للرحم endometrial tissue، وكمان موجود في اليوتراين فلويد، في السائل اللي موجود بالرحم. مش موجود في الدم بكميات كبيرة لأن في بارير كده، في حاجز بيمنع خروجه من الاندوميتريال تيشو للبلد. امتى يزيد في الدم؟ لما البارير دوت يحصل له مشكلة، هيبدأ يظهر عندي في الدم بنسبة كبيرة. النسبة الطبيعية ليه up to 35 يونت بير مليليتر. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، هنشرح فيها واحد من أهم دلالات الأورام وهو CA 125. فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن أناليسيس. هقول لك كام معلومة حلوين. العينة اللي هتستخدمها عينة سيروم. كمان التقنية اللي هنستخدمها هي تقنية الإلايزا، لأن هتطلع لي النتيجة كوانتيتيف، يعني في رقم عندي أقدر أتابع بيه. ممكن أستخدم الرابid تيست تحليل الكارت، ولكن التقنية دي غير دقيقة وبتدي نتائج كواليتيتيف، يعني بوزيتيف أو نيجاتيف بس. كمان بنستخدم CA 125 في متابعة الاندوميتريال كانسر زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. دي كانت حلقة النهاردة في CA 125. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو شايف اللي احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس. انا قلت لكم ان السي اي 125 ده واحد من التيومر ماركر، هيزيد في الدم نتيجة لسبب معين. ايه هو؟ ان انا عندي الخلايا السرطانية بيحصل لها انقسام كبير جدا فيزيد حجمها، فلما يزيد حجمها تعمل رابشر للبارير اللي بيمنع خروج السي اي 125 للبلاد، وبالتالي هيزيد عندي في البلاد، وبناء عليه انا استخدمته از تيومر ماركر. قلنا كمان ليه اسم تاني وهو الميوسين 16. طب ركز معايا هقول لك ايه الفرق بين الميوسين 16 والسي اي 125. السي اي 125 عبارة عن تيني بارت، جزء صغير من اللارج مولكيول. اللارج مولكيول ده بيسمى ميوسين 16. هنلاقيه موجود في اكتر من منطقة داخل الميوسين 16، يعني السي اي 125 موجود في اكتر من مكان داخل الميوسين 16، ولكن في العموم احنا بنطلق عليه ميوسين 16 او سي اي 125. يعتبر السي اي 125 واحد من اهم التيومر ماركر للاوفريان كانسر. جميل. طب هو ليه اصلا اتسمى سي اي 125؟ قال لك 125 ده الرقم ده نتيجة لان احنا اكتشفناه بعد المحاولة 125. هعمل لك تقسيمة حلوة قوي للسي اي 125 وعلاقته بالاوفريان كانسر.
في ستيج 1 وستيج 2 من الأوفريان كانسر نسبة السي اي 125 هتزيد حوالي 50%. أما في ستيج 3 وستيج 4 نسبته هتزيد من 80 ل 90%. ركز في المعلومة دي، السي اي 125 ممكن يزيد زيادة فسيولوجية غير مرضية، فهنلاحظ زيادته في الحمل بالأخص في الجزء الأول من الحمل، وكمان في فترات المينستيريال بيريود فترات الطمس. الCA 125 بيزيد في حالات كتيرة جدًا من السرطانات زي الأوفريان كانسر والإندوميتريال كانسر واللنج كانسر وقناة فالوب والسرطان اللي بيحصل فيها والبيرست كانسر والجهاز الهضمي بسرطانه، وعشان كده هو بيزيد في أكتر من نوع من السرطانات. وبناءً على اللي شرحناه إن بيزيد في حالات مرضية وحالات فسيولوجية أصبح non specific، يعني الCA 125 غير متخصص زيه زي كل الtumor marker. بس ركز معايا، أنا ما بعتمدش عليه في التشخيص ولكن أنا بعتمد عليه في متابعة العلاج. فركز معايا، أولا بنقيسه قبل ما بندي المريض العلاج بتاعه، بعد كده بنبدأ نعمل التحليل أثناء فترة العلاج، وبعد ما يوقف علاج المريض ويحصل الشفاء بنكرر التحليل أكتر من مرة. فركز في المعلومة دي، لو انت اديته العلاج وعملت التحليل اثناء فترة العلاج ولقيت النسبة بتقل عندك يبقى العلاج افكتيف والمريض بيتحسن. اما لو لقيت نسبته عالية مع العلاج يبقى هنا العلاج غير مفيد للمريض. اما لو نسبته قلت بعد العلاج ورجعت زادت تاني يبقى هنا السرطان رجع مرة تانية. هاقول لك كام معلومة حلوين، العينة اللي هتستخدمها عينة سيرم، كمان التقنية اللي هنستخدمها هي تقنية الإلايزا لأن هتطلع لي النتيجة كوانتيتيف، يعني في رقم عندي أقدر أتابع بيه. ممكن أستخدم الرابid تيست تحليل الكارت، ولكن التقنية دي غير دقيقة وبتدي نتائج كواليتيتيف يعني بوزيتيف أو نيجاتيف بس. كمان بنستخدم السي اي 125 في متابعة الاندوميتريال كانسر زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. دي كانت حلقة النهاردة في السي اي 125. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو شايف اللي احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.